في قلب البحر الأحمر وعلى امتداد سواحل مدينة الغردقة تنبض واحدة من أغنى كنوز الطبيعة في مصر. إنها محمية جزر البحر الأحمر التي تنقسم إلى محميات شمالية وأخرى جنوبية. هنا حيث تمتد أكثر من 20 جزيرة تشكل لوحة طبيعية نادرة وتحكي قصة تنوع بيولوجي فريد لا يوجد له مثيل. مصر تمتلك أكثر من 30 محمية طبيعية، وإن هذه المحميات متعددة الأنواع، منها ما هو محميات أثرية زي محمية دهشور في محافظة الجيزة، ومحمية شارع المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة الفاطمية، ومنها ما هو محميات جيولوجية مثل محمية وادي دجلة ومحمية الغابة المتحجرة في منطقة المعادي على طريق العين السخنة، وكذلك محمية وادي الحيتان في الفيوم. تعد محميات البحر الأحمر في مصر من أبرز المحميات الطبيعية عالمياً، حيث تضم تنوعاً بيولوجياً فريداً وتتركز في 3 مناطق رئيسة، هي الجزر الشمالية، وادي الجمال، وجبل علبة. وتغطي هذه المحميات مناطق برية وبحرية وأشجار المنجروف والشعاب المرجانية، وهي موطن لكائنات نادرة مثل عروس البحر. محميتين في منطقة البحر الأحمر يجمعوا بين الحياة البحرية والحياة البرية والحياة النباتية. المحمية الأولى هي محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، والمحمية الثانية هي محمية وادي الجمال. محمية جزر البحر الأحمر الشمالية بتوجد في البحر الأحمر إلى الشرق من مدينة الغردقة، وإلى جنوب الغردقة بحوالي 50 كيلو متر، يعني لحد سفاجة بتتواجد مجموعة من الجزر. تم اختيار 22 جزيرة منها وأعلنت كمحمية طبيعية في عام 2006. ما بين سفاجة وحتى جنوب مدينة مرسى علم اللي بتبعد عن الغردقة حوالي 300 كيلو متر لا توجد جزر. إلى جنوب مرسى علم بتوجد مجموعة جزر، وبتوجد محمية وادي الجمال على بعد حوالي 50 كيلو متر جنوب مدينة مرسى علم. محمية جزر البحر الأحمر الشمالي هي سميت الشمالية تمييزا لها عن مجموعة جزر أخرى بتوجد جنوب منطقة مرسى علم بيطلق عليها جزر البحر الأحمر الجنوبية، ودي عددها قليل وملهاش الشهرة بتاعة جزر البحر الأحمر الشمالية. هنجد إن جزر البحر الأحمر الشمالية بتوجد زي ما قلنا إلى الشرق من مدينة الغردقة، وبتتجمع في عدة مناطق، أهمها منطقة جزر الجفتون الكبرى والصغرى،
ومجموعة جزر الجبال، ودي اللي موجودة في المدخل الجنوبي لخليج السويس. يعني يمكن دول المجموعتين الكبيرتين من هذه الجزر. أكثر من 250 نوعاً من الشعاب المرجانية تعيش في تناغم مدهش تحت سطح الماء، تشكل مدناً كاملة من الحياة وتفتح أبوابها لآلاف الكائنات البحرية. هنجد أن أيضاً هناك جزر أخرى زي جزر الفنادير وجزر أم قمر وغيرها من الجزر اللي تضمها المحمية. بوجه عام بنجد أن حوالين هذه الجزر بتوجد بكثافة كبيرة مناطق شعاب مرجانية نادرة بتضم أكثر من 250 نوع من الشعاب المرجانية. أيضا بنجد أن البيئة البحرية حول هذه الجزر بتضم العديد من أنواع الأسماك النادرة، منها أسماك ملونة ومنها سمكة عروس البحر الشهيرة، واللي بيوجد نموذج منها في متحف الأحياء البحرية في الغردقة. أيضا بنجد في قاع البحر حول هذه الجزر أنواع عديدة من الأعشاب والنباتات البحرية النادرة والثمينة، لأنها بتستخدم في صناعة العديد من الأدوية والمبيدات الحشرية ومواد الدهانات وغيرها. أيضا بتتكاثر السلاحف البحرية حول هذه الجزر، وأهمها السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض. أيضا بنجد كثافة لأشجار المانجروف في الجزر البحر الأحمر، وهي هذه الأشجار بتعتبر مفارخ أو ملاذ آمن للقشريات والأسماك للتكاثر والنمو. أيضا الكثير من هذه الجزر بيبقى ملاذ للطيور، سواء المقيمة أو المهاجرة اللي بتهاجر من الشمال إلى الجنوب في فصل الخريف، وبالعكس في فصل الربيع. من هذه الطيور البلشون وخطاف البحر والبط البري وخلافه. أما في الأعماق فتسبح الدلافين في مشهد يخطف الأنفاس، بينما تتجمع الكائنات البحرية في توازن بيئي دقيق يصعب تكراره في أي مكان آخر. هذه المحمية ليست مجرد موقع طبيعي، بل نظام بيئي حساس يتطلب حماية دقيقة للحفاظ على توازنه. ولهذا فرضت قوانين صارمة هناك حتى تظل الطبيعة نقية كما خلقت. وغير مسموح بالصيد في هذه المناطق، لكن مسموح بالغطس. يعني الكثير من هواة الغطس من كافة أنحاء العالم بيفدوا إلى هذه المنطقة لمزاولة رياضة الغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية اللي أيضا ممنوع المشي عليها أو تقطيعها أو النزول عليها. أيضا بتجتذب هذه الجزر يعني نوع جديد من السياحة انتشر في 20-30 سنة الأخيرة،
وهي هواية أو مزاولي هواية مراقبة الطيور، اللي ممكن يعني بيفدوا لمراقبة الطيور اللي بتعيش في هذه الجزر. وبيبقى الفترة من الساعة 5 صباحا تقريبا عند بزوغ الفجر وحتى الغروب، بتبقى دي يعني بيبقى ده الوقت المناسب لمزاولة مثل هذه الهواية. وكان يعني من أشهر مزاولي هذه الهواية كان ولي عهد اليابان السابق. وعلى الجانب الآخر تقف جزيرة شدوان شاهدة على التاريخ، حيث شهدت واحدة من أعظم بطولات الجيش المصري في عام 1970 لتجمع بين روعة الطبيعة وعظمة التضحية. وتقع هذه الجزيرة بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر، وتبعد عن الغردقة 35 كيلومتر وعن السويس 325 كيلومتر. وتشتهر شدوان بالسياحة وممارسة رياضة الغوص والصيد، ولكن لا يسمح فيها بالسباحة، وذلك لطبيعتها الصخرية. ليس فقط جزر البحر الأحمر الشمالية ذات أهمية سياحية واقتصادية لمصر، هي أيضا ذات أهمية استراتيجية، لأن منطقة الجبال أو مضيق الجبال المتحكم في مدخل قناة أو خليج السويس، طبعا ده المنطقة دي منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى. ومن الجزر اللي موجودة في هذه المنطقة كانت جزيرة شدوان، اللي حاول العدو الإسرائيلي في سنة 70 يوم 22 يناير سنة 70 في ظل يعني اندلاع حرب الاستنزاف انه يحتلها، وانزل عليها بالفعل كتيبة من المظلات، وكان بتحمي هذه الجزيرة في ذلك الوقت فرقة من الصاعقة، وكانت من ضمن مهامها ان كان في فنار لارشاد السفن اللي هتدخل خليج السويس، كان في بيشغل هذا الفنار افراد مدنيين. وقامت يعني معركة طاحنة ما بين فرقة الصاعقة أو مجموعة الصاعقة، يعني مش فرقة، أقصد إنها فرقة كبيرة، يعني مجموعة الصاعقة وكتيبة المظلات الإسرائيلية. والحقيقة إن أهل الغردقة خاصة من الصيادين يعني عاونوا القوات المسلحة في هذه المعركة، وعلى يعني مسؤوليتهم الخاصة ومع تعرضهم لخطر شديد كانوا بينقلوا المؤن والذخائر في سفن الصيد للقائمين على الدفاع عن الجزيرة. واستمرت المعركة حوالي 36 ساعة، يعني يوم ونص. وفي صباح اليوم الثاني اللي هو النص ده قامت القوات الجوية المصرية بقصف فرقة المظلات الإسرائيلية وأجبرتها على الانسحاب. تبرز جزيرة الجفتون كأحد أهم المقاصد السياحية برمالها البيضاء ومياهها الفيروزية ومواقع الغوص التي تجذب آلاف الزوار سنوياً. زي ما نوهنا في البداية وقلنا إن هذه المحمية توجد جنوب مدينة مرسى علم بحوالي 50 كيلومتر، ويعني معناها أنها بتبعد عن الغردقة حوالي 350 كيلومتر. هذه المحمية طولها حوالي 60 كيلومتر،
وعرضها 60 كيلو متر، منها 10 كيلو متر داخل نطاق مياه البحر الأحمر، و50 كيلو متر على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر وداخل الصحارى والجبال الموجودة في هذه المنطقة من الصحراء الشرقية. يجب أن ننوه إن جه اسم وادي الجمال منين؟ إن في منطقة اللي هي يعني قلنا عليها اللي هي منطقة حوض وادي الجمال، كانت بتنمو فيه وما زالت أنواع من النباتات اللي بيستسيغها الجمال. فكانت الجمال تابعة لقبيلة العبابدة اللي بتسكن هذه المنطقة وجنوبها حتى الحدود المصرية السودانية. كان أصحاب الجمال بيجيبوها في هذه المنطقة حتى تقتاط، ونظرا لاختلاط الجمال ببعضها كانوا بيعملوا لها بطاقة تعارف ID بتتعلق في رقبة الجمل، ويعني مكتوب مين صاحبه وشوية معلومات عنه. وما زالت يعني الجمال بتتجمع في هذه المنطقة حتى يومنا هذا. أيضا هذه المحمية بتشمل منطقة اسمها وادي سكيت. هذا الوادي وجد فيه بقايا معبد من العصر الروماني، والنقوش اللي موجودة عليه يعني أثبتت أن كان هذا المعبد مخصص للإله أوزوريس والآلهة إيزيس، لأن الرومان كانوا يعني بيتقربوا من المصريين أنهم بيحترموا آلهتهم. وإلى جوار هذا المعبد وجدت آثار لمساكن كانت مخصصة للعمال اللي كانوا بيعملوا في هذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة كانت بيستخرج منها حجر كريم اللي هو الزمرد. فكان العمال العاملين في استخراج هذا النوع من الأحجار الكريمة كانوا بيسكنوا في هذه المساكن. الأبحاث الحديثة أثبتت أيضا أن الرمال اللي موجودة في هذه المنطقة تحوي العديد من المعادن الهامة جدا، مثل الرصاص ومثل اليورانيوم المشع. ويعني طبعا هذه المعادن لها أهمية كبرى في العديد من المجالات. أيضا عايزين نقول أو جزئية يعني نضيفها، إن في منطقة جزر البحر الأحمر الشمالية، خاصة في منطقة خليج السويس أو مضيق الجبال، بتوجد حقول للبترول بيستخرج منها البترول اللي بيلزم طبعا لتصنيع المحروقات البنزين والسولار وخلافه. لكن منطقة وادي الجمال بتتميز انها ما فيهاش يعني منطقة مناجم واستخراج للبترول وخلافه. يعني ده فرق واضح بين المحميتين. إلى جانب محميتي جزر البحر الأحمر الشمالية ووادي الجمال، بتوجد محمية ثالثة في نطاق منطقة البحر الأحمر في أقصى جنوب شرق مصر،
قرب الحدود المصرية السودانية في منطقة مثلث حلايب وشلاتين. يعني هي هذه المحمية قريبة الشبه إلى حد كبير من محمية وادي الجمال، ودي عايزة لها بقى يعني حلقة لوحدها. إنما هي بتتميز بأن فيها آثار فرعونية ونقوش فرعونية، مما يدل على أن الفراعنة وصلوا إلى هذا المكان، وكان هو مدخلهم من الصحراء الشرقية أو من الحدود المصرية إلى بلاد السودان. كان في تجارة وفي تبادل للمصالح ما بين الإقليمين المصري والسوداني، وبالذات في مجال تجارة الجمال، وكان طبعا فيما مضى مجال تجارة الرقيق، وانتهى طبعا من حوالي قرنين من الزمان. وهي برضو هنلاقي فيها حياة برية وحياة بحرية وحياة نباتية. مناطق شواطئ رملية من الممكن ان يعني البشر بينزلوا على هذه الشواطئ وينزلوا مياه البحر ويتمتعوا برؤية الشعاب المرجانية والأسماك المنتشرة في هذه المنطقة. وبنلاقي على الشواطئ دايما في زي حفر في الرمال. هذه الحفر بتصنعها السلاحف البحرية عندما تضع بيضها. أيضا يعني المنطقة دي فيها العديد من الأسماك في يعني في داخل مياه البحر، منها سمك القرش ذو الزعنفة البيضاء وسمك القرش ذو الزعنفة الرمادية. أيضا هذه المناطق كلها بتتميز إن فيها حياة برية، طيور زي اللي قلناها في منطقة جزر البحر الأحمر. عايزين نقول ان جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة يعني شديد الاهتمام بالمحميات الطبيعية، سواء اللي في منطقة البحر الأحمر أو في أي مكان في مصر، من أجل المحافظة على الحياة البرية والنباتية والبحرية البكر التي لم تصل إليها مصادر التلوث أو مصادر المدنية الحديثة، لأنها كفيلة أنها تفسد مظاهر الحياة في هذه المحميات اللي بتعتبر ثروة قومية ويعني مزارات سياحية بتدر دخل كبير، سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للأفراد العاملين في مجال السياحة. عايزين نقول أيضا أن جهاز شؤون البيئة بيعمل كتالوجات وبينظم رحلات زي ما قلنا لزيارة هذه المناطق، وداخل هذه الكتالوجات بتوجد صور وبيوجد شرح للعديد من يعني مظاهر الحياة في هذه المحميات. ويعني نختم بأن بيزور المنطقة ديت أو منطقة البحر الأحمر أو المحميات بوجه عام يمكن ما يزيد عن 250,000 سائح سنويا. هو عدد مش كبير، لكن يعني الدولة وجهاز شؤون البيئة بيعمل على زيادة هذا العدد سنويا، واجتذاب بالذات الأفراد اللي يعني غاويين
سياحة المحميات وحكاية مراقبة الطيور والغطس وخلافه. إن محميات البحر الأحمر ليست فقط مصدراً للجمال، بل هي ثروة علمية وسياحية واقتصادية تجذب عشاق الطبيعة من كل أنحاء العالم.